سلام البنات، زينات الباهيات، سيدات وانسات، مرحبا بكم في لمسات جواد. نهار جديد وطبق جديد. شوفوا معايا هذاك الطبق كيفاش جا معسل وكيفاش يجي بنين وكيفاش باهي، حتى لعبني ساحو نديري ما كليتش منه. المهم هذا اللي هو طبق القرنون او طاجين القرنون. يجي روعة، يجي بنين، يسخف. الكل يعرف اللذة اللي في القرنون والفوائد نتاع القرنون للصحة نتاعنا. يجي هايل. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، يدخل قلوبكم، يدخل بيوتكم، تسيوه وتدعيوا لي بالخير. هنا ينتقلوا الوصفة ان شاء الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبسم الله. هنايا عندي 5 ريوس نتاع القرنون، عندك 6، عندك 7، عندك 4، مهم اللي متوفر عندك. شوفوا كيفاش نبدا ننظف فيه. هنايا نحيلو الورقات من التحت، نبدا له من التحت كيما راكم تشوفوا، ماشي بزاف ورقات برك، ومن بعد نحكم الراس من الفوق. شوفوا الطريقه، الفيديو يوضح كلش. نحكمه من الفوق ونقطع هذوك الورقات كامل اللي في القرنون. فوالا كيما راكم تشوفوا اني نحيتهم تقريبا كامل، ومن بعد نبدا ننظف فيه ونحي هذوك الزوائد اللي على الحاشيه، ونحي الشعيرات هذوك اللي في النص. قرنون فيه الورقات وفيه شعيرات اللي في النص، انا بغيت القلب نتاعو او اللب نتاع القرنون. فوالا نظفو مليح على الحاشيه، نحي هذوك الورقات الزايدين، ومن بعد مغرفه تاع القهوه ونحيلو شعيرات نتاع الوسط. طريقه سهله وبسيطه وتنظفه لك بيان كوم يلفو. فوالا شوفوا مليح الفيديو، هو يوضح كلش. ابخي كل وحده وطريقتها في التنظيف القرنون، كل وحده وكيفاش تنظفه. فوالا هنا جبت مغرفه صغيره ونبدا نحي هذوك الشعيرات تاع الوسط، نحيهم مليح، ما نخلي والو، ما نخلي حتى شعره. وندير اباغ في ان ريسيبيون ولا كاسرونه ولا غميقه، ولا المهم ندير شويه تاع الماء وندير عصير ليمون، عصير تاع القارص مع الماء، باش من بعد كي ننظف القرنون تاعي نلوحو في الماء هذاك والقارص باش ما يكحالش. على بالكم باللي القرنون تو سويت يكحال، تو سويت يبدا يتبدل اللون تاعو. وعندي نص حبه نتاع القارص. درك كي نكمل من التنظيف تاع القرنون شوفوا كيفاش نحكلو القارص. هنا من بعد ما تنظفيه تنحيلو الورقات هذوك، تنحيلو الشعيرات، نظفيه مليح، تزيدو تحكيلو مليح القارص وتلوحيه في الماء هذاك اللي فيه ديجا عصير الليمون. ننظف الحبات تاعي كامل ونلوحهم في الماء ونخليهمش ما يكحالوليش. نرجع للصلصه. هنايا ندير في مرميطه ولا كوكوطه، المهم حاجه تتسكر. ندير شويه تاع الزبده، مغرفه صغيره تاع الزبده، وندير شويه زيت زيتون. هنايا زيت زيتون اختياري، بغيتي ديري زيت عادي ديري زيت عادي. عندي مرصو صغير نتاع اللحم، عندك دجاج ديري دجاج ماشي مشكل، مهم ما تكثريش، مرصو برك صغير باسكو بعدا رايحين نديرو لا فيونداشي، هو اصلا يطلق البنه تاعو. درت مرصو تاعي تاع اللحم، نقليه مليح في الزيت والزبده هذيك، وندير البصله. هنا بصله وثوم مرحيين، حبه بصل وثلث حبه وثلث سنينات تاع ثوم عفوا مرحيين. ندير النص ونخلي النص للحشوه. وهنا عندي دبشه ومعدنوس ثاني، ندير شويه ونخلي شويه للحشو. هو ديري هنا في لاصوص ديري كميه اكثر من تاع الحشو، سواء البصله والثوم سواء المعدنوس والدبشه، ديروا كميه اكثر من الحشو. الحشو يعني تخليو له شويه برك. وهنا ننتقل الدواوات، عندي ورقه تاع الرند وعندي فلفل احمر ناشف، وعندي دواوات فلفل احمر، عندي شويه زنجبيل، شويه ثوم غبره، شويه ملح، شويه كزبر، وشويه توابل مشكله. المهم دواوات اللي عندك ديري. نلوحوهم في الصلصه تاعي ونخليوهم يتقلاو مع البصله والثوم والمرصو هذاك تاع اللحم. من بعد ما تقلاو شويه، واحد 2 دقائق برك ولا 3، ما تخليهمش يطولوا. نديرو الجلبانه وزروديه. هنايا راح ندير لاصوص تاعي بالجلبانه وزروديه، وانتوما كيما حبيتو تقدروا ديروا بالحمص، تقدروا ديروا بالزيتون كيما بغيتو، بصح حنا بالجلبانه وزروديه يجي روعه. هنا نزيدو نخليوهم يتقلاو مليح، يتقلاو واحد 4 دقائق 5، ونمرقوا نص كاس تاع الماء.
نمرقوا بنص كاس تاع الماء، نزيدو نسكروا عليهم ونزيدو نخليوهم يتقلاو في غرضهم على نار هاديه. فوالا دوك نسكر عليهم ونروحوا للحشو تاعي. هاو ديكش الحشو تاعي راح نستعمل فيونداشي. كاين بزاف اللي يستعمل صدر تاع الدجاج مرحي، في بلاصه لا فيونداشي ديري صدر تاع الدجاج مرحي ثاني بنفس الطريقه يجي هايل والله يجي روعه. كاش نهار يا ربي كاش نهار نسيوه لكم وتشوفوا الوصفه. هنايا عندي واحد 300 غرام نتاع فيونداشي. ندير البصله، ندير المعدنوس والدبشه هذوك اللي خليتهم من لاصوص، وندير عظمه، وندير مغرفه كبيره نتاع لا شابلور، ندير شويه تاع الملح، وندير الدواوات كيما حبيتي تقريبا نفس الدواوات اللي درناهم في لاصوص ديريهم هنايا. شويه فلفل كحل، شويه زنجبيل، شويه كركم، شويه فلفل احمر، وخلاص. فوالا هنايا ندير الدواوات اللي عندي باش ما يجيناش اللحم صامت ويجي بنين، وشويه تاع الملح كما راكم تشوفوا شويه برك. نخلط مليح الحشوه تاعي، ندخل مليح هذوك الدواوات والبصله والمعدنوس والدبشه البيض والشابلور، نخلطهم مليح ونبدا نعمر القرون تاعي. فوالا تعمريه مليح، المهم تجي بومبي الحبه تاعك ديريها مليح لا فيونداشي. فوالا نعمر كامل الحبات تاعي ونحطهم ابار. اي فوالا بنفس الطريقه قلت لكم اذا درتوه بصدر تاع دجاج ثاني نفس الطريقه. هنا نعمر الحبات تاعي والحشو اللي قعد لي نديرو كريات. فوالا دوك يقعد لي بزاف الحشو نولي نديرو كريات نتاع لا فيونداشي. طريقه سهله وبسيطه وواضحه، كلش راه واضح في الفيديو. هنا نرجعوا لاصوص نتاعي من بعد ما تقلات لي مليح. هذيك الجلبانه وزروديه نمرقها كاس ونص نتاع الماء، هكاك كاس ولا زوج كيسان نتاع الماء. المهم قيس ما يطيب لك اللحم وما يطيب لك الزروديه والجلبانه، المهم يدخلهم طياب مليح ومامطون يقعد لاصوص باش من بعد كي نلوحوا القرنون تاعي والكريات هذوك تاع اللحم يكملوا طيابهم في لاصوص. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني، هاي ماشي حاجه صعيبه والله. هنايا من بعد ما مرقت لاصوص تاعي نمرقو ونخليه يطيب، ندير القرنون تاعي الجهه تاع لا فيونداشي نمرمدهم في الفرينه على الجهه برك تاع لا فيونداشي، ندير لهم الفرينه ونلوحهم يتقلاو فيت في برك على ما يحمر هذاك لا فيونداشي تاعنا. هذه الطريقه راهي تزيد بنه هايله للطاجين تاعنا والله يجي روعه. خير ما تلوحي هكاك ديريكتومون في لاصوص، كي تزيدي تقليهم هكا في شويه نتاع الزيت يجي هايل. جوست الوجه نتاع لا فيونداشي فوالا من بعد ما حمار لي نحيهم ونحطهم في طبسي. وهنايا هاني لحت القرنون تاعي والحبات هذوك الكريات تاعي تاع لا فيونداشي لحتهم في لاصوص يزيدوا يكملوا طيابهم في لاصوص. تغطي لهم وتنقسي لهم نار هاديه وتخلي القرنون تاعك واللحم تاعك يطيبوا في عقلهم ويزيدوا يطلقوا البنه ويكملوا طيابهم في لاصوص. وهذا هو الطبق نتاعنا اللي يجي روعه يجي هايل. تقدري تستعمليه ما في رمضان، شهر رمضان مبارك، يجي روعه كطبق ثاني مع شربه وبوراك. المهم والله يجي هايل هايل. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، يدخل قلوبكم، يدخل بيوتكم، تسيوه وتدعوا لي بالخير. سلام.